أنا تشرفت اليوم باللقاء بإخوتي وأحبابي من الأكراد في سوريا، وكذلك أنا أشرف باللقاء بالشعب الكردي سواء في سوريا أو في غيرها أيضا من المناطق. الأكراد عندما نذكرهم نذكر أجدادهم الذين نصروا الإسلام والمسلمين ونصروا فلسطين، وكانوا مثالا قويا حقيقة للشجاعة والبطولة والعلم. اليوم الأكراد منهم حفاظ للقرآن، منهم علماء كبار، منهم دعاة سواء في الشعب الكردي أو في غيره أيضا. أنا التقيت بعدد منهم، بعض مشايخنا الذين حفظنا عليهم القرآن في مكة أيضا هم من إخوتنا الأكراد، فهم ما شاء الله عليهم شعب له يعني تاريخه، ولا يزال ما شاء الله الإخوة يعني جزاهم الله خير الأكراد لهم مجال في هذه الدعوة. نسأل الله أن يحفظهم ويوفقنا وإياهم. الله يجزيك، بارك الله فيك، الله يجزاكم خير، الله يحفظك.